أهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات بكرة أحلى. يلا بينا بسرعة ندخل على الحلقة. في حلقة النهاردة هنتكلم عن مشكلة كبيرة بيعاني منها بعض الناس، وهي مشكلة تمثيل دور الضحية. من الطبيعي جدا إن الحياة ما تمشيش على وتيرة واحدة، شوية نجاح وتحقيق نتائج رائعة، وشوية فشل وانهزام وانكسار، وهي دي سنة الحياة. مش عيب، مش عيب إنك تفشل أو تنهزم، إنما العيب إنك لما تفشل ما تعترفش بفشلك وتحاول تقف عند الأسباب الحقيقية اللي وصلتك للفشل أو الهزيمة. أسوأ دور ممكن نمثله أو نعيشه هو تمثيل دور الضحية. أسوأ حاجة إننا نعلق كل فشل أو هزيمة حصلت لنا على شماعة الآخرين، وننسى دايما إن السبب الأول والأخير في فشلنا بيبقى راجع لينا إحنا، بيبقى راجع لتقصير مننا أو لعدم تركيز أو لسوء تقدير. وإحنا لما بنلعب دايما دور الضحية بيعلى عندنا منسوب الإحباط، وده بيدمر كل الحماس والأمل اللي عندنا. وإحنا في الحلقة دي هنتكلم عن شوية نصايح هتساعدنا إننا نبعد تماما عن تمثيل دور الضحية. النصيحة الأولى: تقمص دور البطولة. اللي بيتقمص شخصية البطل بيبقى بطل. شخصية البطل أنسب وأفضل. البطل دايما بيبقى سعيد وفرحان بفوزه وإنجازه، ولما يبقى بإمكانك تختار إنك تعيش دور البطل، يبقى ليه تختار إنك تعيش دور الشخص المهزوم المنطوي؟ ليه تعيش دور الشخص المنعزل الخايب؟ مادام القرار قرارك والقرار بإيدك، ليه ما تختارش الأنسب والأفضل ليك ولصحتك؟ لازم تعرف إنك في الحياة عايش زي الروائي أو السيناريست، فيبقى ليه ما تختارش لنفسك دور البطولة؟ لو ما اخترتش لنفسك دور البطولة، مفيش حد هيختارهولك. وصدقني، عمرك في يوم ما هتبقى بطل وانت عايش في شخصية المهزوم. عمرك ما هتبقى بطل وانت عايش بعقلية الضحية. وتاني نصيحة بنقدمها: وجه اللوم لنفسك. ادعاء المظلومية وتمثيل دور الضحية بقت بضاعة رائجة على مواقع التواصل الاجتماعي، واحنا لما بنتصفح المواقع دي بيقابلنا كتير قوي من ممثلين دور الضحية. منهم اللي بيدعي الحسد، ومنهم اللي بيدعي الاضطهاد، وفي كمان اللي بيدعي العنصرية. الناس دي بتحاول تداري فشلهم وينسبوا الأمر لتآمر الناس عليهم، وللأسف الناس دي بتبقى عايشة في وهم كبير، وهم اسمه الكمال. بيبقوا عايشين في عالم افتراضي ما فيهوش لا رقيب ولا حسيب. عشان كده لما تقع في غلط أو تزعل حد منك، اوعى تعيش في دور المظلوم. لما تفشل في حاجة، اوعى تهرب من المسؤولية. اوعى تطلع لنفسك مبرر أو ترمي اللوم على الناس أو الظروف. وجه لنفسك اللوم، وبلاش تلوم الناس. بلاش تحسس اللي حواليك إنك أنت الضحية، وزي ما بتنتقد الناس انتقد نفسك على الأخطاء اللي ارتكبتها أو الفشل اللي وقعت فيه. النصيحة التالتة: اوعى تفتكر إنك محور الكون. معظم الناس اللي بتعيش دور الضحية بيبقى عندها اعتقاد إنها محور الكون. دايما بيبقوا شايفين إن كل اللي حواليهم بيراقبوهم وبيتكلموا عنهم بالسوء في عدم وجودهم، وفي الحقيقة لا الناس بتبقى شايفاهم ولا حاسين بيهم. عشان كده اوعى تفتكر نفسك محط تركيز الناس اللي حواليك. اوعى تفتكر ان الناس مشغولين بيك وبحياتك طول الوقت. ركز مع نفسك وسيبك من اللي حواليك، لان كل اللي حواليك مشغولين بهمومهم. واوعى في يوم تفتكر انك محور الكون. ورابع نصيحة بنقدمها: اقرأ. مفيش خلاف على أهمية القراءة في حياة الإنسان والمجتمع. القراءة بتوسع العقل وبتنمي عندك التفكير الإبداعي. القراءة هتخلي عقلك شاب وصحي. لما اتسأل الكاتب والفيلسوف فولتير من الذي سيقود الجنس البشري في المستقبل، كانت إجابته بدون تردد: من يقرأ. القراءة شيء مهم وممتع يا جماعة، والناس اللي بتقرأ كتير
عمرهم أبدا ما بيعيشوا في دور الضحية. وأفضل كتاب ممكن تقرأ فيه هو كتاب الله الكريم. واوعى تنسى أبدا إن أول كلمة نزلت في القرآن هي اقرأ. والنصيحة الخامسة: ارمي كل الحمول اللي على ظهرك. ارمي حمول التاريخ والماضي المليان بالأحزان، وعيش كل يوم على إنه يوم جديد. الماضي المليان بالأحزان هيتقل حركتك وهيعجزك إنك تمشي الطريق بحرية وانسيابية. لما تقلل حمولة الهموم والأحزان من على ظهرك هتمشي في طريق النجاح بسرعة ورشاقة. لما تتخلص من أحزان الماضي وأوجاعه هتحس بنضارة وهتقبل على الحياة بشكل مشرق. سيبك من عقلية الضحية وابدأ حياة جديدة، حياة تليق بيك وبطموحاتك. واعرف كويس إننا ما اتولدناش في الحياة عشان نحزن، بالعكس إحنا اتولدنا عشان نفرح ونسعد ونسعد اللي حوالينا. وسادس وآخر نصيحة: مفيش حد أحسن منك. اوعى تسمح لنفسك في يوم إنك تحس إن في حد أحسن منك. ولو حسيت في يوم إن في شخص متميز عنك، اتعلم واتدرب واتعب عشان تبقى أحسن منه من غير ما تحقد عليه أو تكرهه. واوعى يجي عليك يوم وتحس فيه إنك أقل من أي حد. اللي بيحس دايما إنه أقل من أي حد واللي بيعيش دايما في دور الضحية عمره أبدا ما هيعلى، ودايما هيفضل في القاع. وفي النهاية ربنا يرفع قدرك ويعلي شأنك، وتفضل دايما انت البطل. وبس كده وصلنا لنهاية حلقة النهاردة. اوعوا بقى تبخلوا علينا بلايك وشير، واكتبوا تعليقاتكم يا جماعة. تعليقاتكم دي بتسعدنا جدا. ولو لسه ما اشتركتوش في القناة ياريت تشتركوا. مع السلامة ونشوفكم على خير.